السلام عليكم. اطعام النهارده بفضل الله وكرمه ثم اهل الخير جزاكم الله خير الجزاء. النهارده 4/11 ده تاني اطعام، يعني انا في اطعام كنت لسه عاملاه من كام يوم، هقول ان ده تاني اطعام في الشهر بفضل الله وكرمه. المهم المكونات النهارده طبق بانيه وكيس مكرونه. 40 اسره 40 اسره في 4 افراد، ما شاء الله كتير كتير. يعني لو ربنا كرمنا بدعوه واحده بس مخلصه يبقى وصلنا للقمه. الاطعام انت بتعمله النيه بتاعتك انت وترجع لك انت. في ناس بتعمل الاطعام بنيه فك الكرب، وبنيه صلاح حال ولادها، وبنيه حبا في الله سبحانه وتعالى، وبنيه رحمه على والدك او والدتك او ايا كان. النيه دي بتاعتك انت، بس انت عليك ان انت مثلا بتديني الفلوس وانا بطلعها الحالات اللي احنا متعودين عليها، وكل 40 اسره بيبقى غير ال 40 الاسره اللي وراها، وهكذا. احنا عندنا 115 حاله. 115 حاله دول مش كلهم هم اللي بياخدوا، يعني مش ال 40 دول غير ال 40 اللي فاتوا غير ال 40 اللي جايين، وهكذا وهكذا. وسبحان الله في مثل حلو قوي، اللقمه بتنادي اكلها، فهي ورزقها بقى. يعني في ناس بتخبط عليا فجاه، سبحان الله بيبقى ده رزقها. المهم في حاجه عايزه اقولها، كل حد ماشي في الخير فسبحان الله يعني ربنا بيبقى ليه بيجعل له كده دعوه مستجابه. فاتمنى ان الدعوه بتاعت النهارده تكون لدكتور هاني الناظر. ربنا يا رب يعفي عنك يا دكتور ويشفيك شفاء لا يغادر سقما، ويمد عمرك بالصحه والعافيه. وعمري في حياتي ما هنسى وقفتك في شغل الخير في ظهرنا كلنا. ودايما كان بيشجع البنات والشباب اللي هم بيحبوا العمل الطيب. دكتور هاني الناظر بيحب يشجعنا، وبيحب يشجع الناس اللي هي بتعمل خير بسيط والناس اللي بتعمل خير. يعني دكتور هاني الناظر بيحب يساعد في الناس الكبيره مع الناس الكبيره والصفح الكبيره، فهو بيبقى بيحب يشارك في كله. والناس اللي هي الصغيره اللي هي شبهي بيحب برضو يساعد معاها، وبيبقى بيقول دايما عنده كلمه، بيقول انا مش عارف انهي المقبوله، انا مش عارف انهي اجر مقبول، فانا بعمل في كله. جزاه الله خير الجزاء، جزاه الله خير الجزاء. اخذ من عندي حالتين كانوا صعبين جدا جدا، وقال لي الحالتين دول اقفليهم على النت، ما تتكلميش عنهم، ما تنشريهمش، انا حابب دول يبقوا في السر. جزاه الله خير. انا مش بقول عشان يعني اقول حاجه هو قال لي ما اقولهاش، بس هو دلوقتي في حاله ان احنا لازم كلنا ندعي له. فربنا يعفي عنك يا دكتور ويشفيك شفاء لا يغادر سقما، يا رب يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وترجع تاني بقوتك وتشارك معانا حالات في السر وفي العلن. ودايما ان شاء الله هتنجح في الاختبار، وده اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيختبر الناس الطيبه، وان شاء الله هتقوم منها وهتبقى بصحه وعافيه، وهترجع تشجعنا تاني، وهترجع تشتغل معايا تاني. وجزاك الله خير، وربنا يا رب يجعل عملك كله في ميزان حسناتك. السلام عليكم.